بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في أكلة وصفة سهلة. عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل النهاردة أكلة بسيطة وسهلة تنفع معانا في أي وقت. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. هحط طاسة على النار وفيها شوية من الزيت وهنزل عليهم ببصلة كبيرة. هنديها تشويحة خفيفة كده، مش كتير. يا دوب بس أول ما البصل يبدأ يدبل معايا هنزل عليه على طول بمعلقة من التوم المفروم. خلاص كده البصل بدأ يدبل معايا، وقبل ما ياخد لون هنزل عليه على طول بالثوم. هنشوح بقى في التوم ده شوية لحد ما ريحته تطلع، وأول ما التوم يدبل والبصل يبدأ يصفر هنزل عليهم على طول بقرن فلفل رومي وقرن من الشطة، وهديهم تقليبة كده مع بعض خفيفة مش كتير. احنا مش هنحمر الفلفل، احنا هنسيبه بس يدبل حاجة بسيطة كده، وعلى طول هنزل عليه بأربع حبايات من الطماطم مقطعهم حتت صغيرة. هقلب بقى في الطماطم دي على نار هادية وهسيبها لحد ما تدوب معايا خالص. انا عايزاها تبقى دايبة خالص كده، ما فيهاش اي قطع. بعد كده لو حسيتي ان الطماطم شوية او لونها فاتح حبة ممكن تحطي معلقة من الصلصة. انا هنا حطيت حوالي كوباية من عصير الطماطم. عصير الطماطم اللي انا حطاه ده من الطماطم اللي بتبقى مسلوقة. دي الطماطم كنت سلقاها ومع فصين توم وضربتها في الخلاط وبصفيها بالمصفى. الطماطم دي تعتبر ما بتتسبكش خالص، يا دوب هي غلوة واحدة بس على النار وبتستوي على طول. بعد كده هحط البهارات: معلقة من الكزبرة الناعمة، ومعلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة من الكمون، ومعلقة من البابريكا، ومكعب من مرق الدجاج، وكمان شوية صغيرة من الملح. هقلبهم بقى كلهم كده مع بعض كويس. بعد كده أول ما أحس بقى إن خلاص الطماطم وكله اتسبك معايا، ما بقاش فيها مية كتير، خلاص أطفي عليها على طول. بعد كده هجيب صينية وهحط فيها معلقتين من الخلطة اللي احنا عملناها من شوية. هنوزعها كده في الصينية، وبعد كده هرص فيها بقى خرة البتنجان المقلي. دول وحدتين من البتنجان قليتهم وهحطهم كده في الصينية. هنحاول بقى نرصهم كده جنب بعض. طبعا كمية الخضار اللي انت بتحطيها دي بتاعتك انت، تقدري تكتري بقى الخلطة عن كده، وتقدري تقلي بتنجان اكتر من كده. انا عملت بتنجانتين اتنين صغيرين، وقرنين اتنين من الفلفل، وبصلة واحدة. ممكن تزودي الكمية او تقللي زي ما تحبي. بعد كده هسويها وهوزعها كويس على وش الصينية. حاول نوزعها كويس كده على وش البتنجان. بعد كده هجيب البيض وهحط عليه بقى شوية من الملح، شوية صغيرين، وشوية من الفلفل الأسود، وبالشوكة كده، وهحاول أقلبهم كده في بعض. ممكن تحطيه سليم على وش الصينية برضو عادي، تكسري البيضة وتحطي البيضة ببيضتها كده على وش الصلصة. بس أنا حابة أضربه في بعضه كده علشان ما يبقاش فيه فراغات. هنقلبه كويس قوي، وبعد كده هنصبه على وش الصينية بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده. انا عاملة 5 وحدات من البيض. ممكن انتي تعملي اكتر من كده، وممكن تعملي اقل حسب حجم الصينية اللي انتي هتعمليها. بعد كده جبت قرن فلفل وقطعته، وهنزين بيه شكل الصينية كده.
تقدري انت تزيني بأي حاجة موجودة عندك. ممكن تحطي ورقتين بقدونس، ورقتين كزبرة، ممكن ترشي جبنة موتزاريلا. بعد كده هاخدها على طول وعلى الشعلة بتاعة البوتاجاز، مش هندخلها الفرن. احنا هنحطها على شعلة البوتاجاز الأول على نار عالية لمدة دقيقة واحدة بس، يدوب الصينية تسخن معايا. بعد كده هوطي عليها النار خالص، أقل كمان من الشمعة. يعني أنا مش عايزة النار تلمس الصينية خالص. ولو في حاجة عالية كده زي شبكة أو حاجة حطي عليها الصينية برضو. احنا عايزينها تبقى على نار هادية جدا، وهغطيها على طول وهسيبها بقى لحد ما البيض يستوي براحته. خلاص كده هي استوت اهيت زي ما انتوا شايفين، ما بتاخدش 10 دقايق على البوتاجاز. زي ما انتوا شايفين كده لونها وريحتها تحفة جدا، وطعمها حلو قوي. أكلة بسيطة وسهلة ومكوناتها موجودة في كل بيت. ممكن تعمليها على الغدا، تعمليها على العشاء، بتبقى حلوة قوي. أتمنى الطريقة تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو حطي لايك، ما تنسوش تقولولي رأيكم، وبألف هنا وشفا.